يا اهلا وسهلا بكم يا احلى متابعين في فيديو جديد. وفي الفيديو ده هشارك معاكم مميزات جديدة في تطبيق الواتساب انضافت في التحديث الجديد. علشان كده عايزكم تتابعوا معايا الفيديو للاخر علشان الكل يستفيد. وبتمنى من كل اصدقائي اللي بيشاهدوا الفيديو كلنا ننزل تحت نضغط لايك للفيديو، وقول لي على رأيك في التعليقات الميزة اللي حضرتك كنت مستنيها. وبس كده يلا بينا نبدأ الفيديو. اول ميزة معانا وطبعا كلنا كنا مستنيينها، هنقدر نقفل اي محادثة احنا عايزينها بالبصمة او بالفيس اي دي او بالرقم السري. لو حضرتك تليفونك بيدعم البصمة هتقفل حضرتك المحادثة بالبصمة، لو بيدعم الفيس اي دي هتقفل برضو المحادثة بالفيس اي دي. كل ما علينا هنضغط على تطبيق الواتساب بالشكل ده، وهنضغط على المحادثة بتاعة الصديق اللي احنا عايزين نقفلها برقم سري او بالبصمة. وبعد ما نضغط على المحادثة بالشكل ده هنضغط على الاسم في الاعلى من هنا، وبعد كده حضرتك هننزل تحت بالشكل ده هتلاقي اختيار انضاف جديد مع حضرتك بالشكل ده. هنا حضرتك قفل الدردشة، هنضغط على قفل الدردشة من هنا، وهنا حضرتك هنضغط على قفل هذه الدردشة باستخدام فيس اي دي هنفعلها. وبعد كده حضرتك هنضغط عرض من هنا، وبكده هتكون المحادثة دي اتقفلت معانا بالبصمة. هنطلع من تطبيق الواتساب بالشكل ده وهنضغط على التطبيق تاني. هنا حضرتك مش هتلاقي المحادثة اللي احنا قفلناها بالرقم السري علشان نظهرها. كل ما علينا هنسحب الشاشة لتحت كده هتلاقيها ظهرت معانا هنا الدردشات المقفولة، هنضغط عليها وهنضيف البصمة او بالفيس اي دي هتلاقيها اتفتحت معانا. ومحدش يقدر يفتح المحادثة غير بالرقم السري او بالفيس اي دي او بالبصمة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا ميزة كلنا كنا مستنيينها. الميزة التانية معانا، لو حضرتك كتبت رسالة لأي صديق بالشكل ده وأرسلتها له هنا لمدة 15 دقيقة تقدر تعدل على الرسالة دي في ثواني. كل ما علينا هنضغط على الرسالة ضغطة مطولة بالشكل ده، وبعد كده حضرتك هنضغط على تحرير من هنا، وهنا حضرتك تقدر تمسح جزء من الرسالة اللي انت عايزه، تقدر تضيف نص زي ما احنا عايزين بالشكل ده ونقدر نرسلها تاني. وبكده حضرتك انت عدلت على الرسالة بطريقة سهلة وبسيطة. وكل المميزات دي لسه نازلة حالا في التحديث الجديد، لو ما لقيتهاش عند حضرتك حدث التطبيق وان شاء الله هتلاقيها انضافت مع حضرتك. وبس كده هيكون فيديو سريع، واشوفكم الفيديو القادم على خير باذن الله. سلام عليكم.